المغربية كلها مرتبطة جدا بثقافة الأمازيغ. وهناك طبعا حركات كثيرة، يعني نحن نسمع عن حركات انفصالية كثيرة، ويمكن أنا أشرت إليها سريعا لأني أقول أن الإسلام هو الذي يجمعهم. وأنت قلتي حتة الحضارة العربية الإسلامية، هم يرفضون أن يكونوا عربا، وهم يقولون نحن لسنا عرب، يقولون أنهم بربر. هم بربر. هم بربر. وهم لا يحبون على فكرة هذه الكلمة. يعني يمكن اللي انت بتقولي ليه اتكلمت عنها ايام الموضوع الجزائر، ويمكن دي كانت احد الافكار، انه كان احنا بنتكلم دايما عليهم على انهم بربر، نستخدم هذا التعبير، وهذا تعبير هم يكرهونه. قد يقبلوه من الغرب عندما يتحدث عنهم ويقول بربر، والفرنسيين يقولوا بربر. ولكن هم يفضلون كلمة الأمازيغ، وكلمة الأمازيغ باللغة الأمازيغية تعني الحر النبيل. الحر النبيل. وهم لهم صفات، يعني نعم، هم أحرار فعلا، ويتميزوا بالصمود والصلابة والثورة وعدم الانطواء. ومن الصعب أن تحتويهم، من الصعب احتوائهم، ومن الخطأ الجسيم أن تتعامل معهم بفوقية وبسلطوية وبتمييز عرقي، أنهم جنس آخر غير الجنس العربي، وأن الجنس العربي متفوق عنهم. فالعرب والأمازيغ يستطيعون أن يعيشوا، وهم عاشوا دائما في وئام وسلام في المغرب. وكان للأمازيغ يعني دور كبير جدا في هم الذين، يعني طارق بن زياد هو قائد أمازيغي، وعندما هو أمازيغي. نعم، طارق بن زياد أمازيغي. وكل الجيش الذي فتح الأندلس هو جيش أمازيغي أصلا، كله مؤلف من الأمازيغ بعدما دخلوا الإسلام طبعا. ثم بعد كده لحق بهم جيش من العرب. ولكن وعشان كده كلمة، يعني أنا أعترض على كلمة الفتح العربي للأندلس، هي الفتح الإسلامي، لأن العرب لم يفتحوا الأندلس، الذين فتحوا الأندلس هم الأمازيغ، هم المسلمين. هم فتحوها بصفتهم مسلمين. فهذه نقطة أو ضوء، يعني أنا أحاول أن ألقي الضوء، نقطة مهمة. لأن احنا قعدنا نقول والعرب وغزينا الأندلس لا، الذي فتح الأندلس وبيتكلموا عربي وكانوا بيتكلموا عربي طبعا، والأمازيغ يتحدثون العربية. يعني هم جزء من ثقافتهم، الثقافة العربية جزء من ثقافتهم طبعا. ولا يمكن هذا الفصل إلا في حالات الاستبداد ومحاولة كسرهم، وهذا حدث في ليبيا. القذافي، يعني القذافي حاول دائما أن يهمشهم، وحاول أن ينكر تميزهم، وحاول أن ينكر خصوصيتهم. وأنا دائما أقول أن الخصوصية الثقافية واحترام الخصوصية الثقافية هو شيء مهم جدا في الدول التي فيها إثنيات متعددة. هذا لا ينطبق على مصر. مصر ليس فيها هذا، ولكن في دول أخرى ابتداء من ليبيا والجزائر والمغرب تحديدا. يعني هذه المشكلة موجودة في ليبيا والجزائر والمغرب. ففكرة إنكار أن هناك إثنية مختلفة، هذه فكرة، وأنهم عرب وأن أصولهم عرب، هم ينكرون هذا، وهذا من حقهم. واحترام الخصوصية، الحقيقة أنه هذا أصبح في الثقافة الإنسانية بشكل عام، أن لابد من احترام الخصوصيات الثقافية، وهذا لا يقسم البلد، بالعكس هذا يحافظ على الوحدة داخل هذه البلاد. هل لهم لغة أمازيغية؟ نعم، هم لهم لغة وهم يعتزون بها جدا. لكنهم يتحدثون العربية. أغلبهم يتحدث العربية. يعني في من المعروفين مثلا الفيلسوف محمد عابد الجبري. نعم. يعني من الفلاسفة الأمازيغ. وساهم في إثراء الثقافة العربية. لماذا أطلق عليهم المرابطين؟ لا، المرابطين هذه دولة كانت نشأت في القرن الخامس الهجري، واستطاعت إنها، يعني الأندلس كان تاريخ الإسلام فيها 8 قرون كاملة. بعد أقل من 4 قرون، يعني بعد 3 قرون وشوية، كانت سوف تنتهي الأندلس ولا تكمل لغاية 8 قرون. لولا أن الأمازيغ المرابطين، وهي دولة من الأمازيغ المسلمين، قامت في صحراء المغرب في القرن الخامس، واستطاعت أنها تعيد الأندلس من يد الصليبيين الأوروبيين. استطاعت أن تعيد الأندلس في هذه الفترة في القرن الخامس لتستمر
مسيرة الأندلس الإسلامية ل8 قرون كاملة، وبالتالي تغير الحضارة الإنسانية كاملة. وهذا ما أشرت إليه، يعني أن ال4 قرون وشوية اللي بعد إنقاذ الأندلس كان فيها، يعني مثلا ابن خلدون الذي منشئ علم الاجتماع في العالم هو أمازيغي. حضرتك بتفاجئينا يعني. هناك مفاجآت كثيرة. نعم، هو أمازيغي، هو عالم أمازيغي، وهو الذي أنشأ هذا. من اكتشفوا أمريكا أن هناك يابسة في هذا المحيط، ما كانوا يسمونه في القديم بحر الظلمات. الذي اكتشف هذا هم علماء من الأندلس. ولولا بقاء الأندلس ل8 قرون لما اكتشفت أمريكا بهذا الشكل. لكنهم ينتموا إلى الأمة الإسلامية يعني. طبعا هم دخلوا في الإسلام منذ القرن الأول الهجري.